السلام عليكم. اليوم عندنا لي سيكا ديال الكفتة وعامرين بالخضره. المهم كيجيو زوينين بزاف 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 بزاف، وكلشي راه واضح في الفيديو والشرح كامل راه كاين وكاع. حتى بالنسبه للتوابل راه محطوطين كلشي. المهم كناخدو مقيله كنديرو فيها نص كاس ديال الزيت، معلقه ديال الهريسه، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار، وكناخدو نص معلقه ديال الخرقوم، 3 دوز ديال الثومه. صافي كنخليو العطريه ديالنا حتى كتطير شويه. كناخدو 3 ديال البصلات، كنقطعوهم فحال هكاك، يعني كنقطعوهم مزيان شرائح صغيره. كناخدو 4 ديال الحبات ديال، كنضيفو نص كاس تاع الماء، اسمحوا لي، كنضيفو نص كاس تاع الماء باش كتهبط ديك البصله مزيان. كناخدو نضيفو عليها حبه ديال الفلفل الحمراء، وكناخدو 4 ديال خيزو، وكناخدو 4 ديال الحبات ديال الكراكورجيت. كنحكوهم فحال هكا عادي جدا، كنديروهم في المقله ديالنا حتى كينزلوا، حتى كيهبطوا لينا مزيان حتى همايا. من بعد كناخدو الكفته. انا كانت عندي الكفته متوفره، خديت الكفته. اللي بغى يعمرهم بستر ديال الدجاج كيجيو زوينين، او الطون. المهم كناخدو هنايا الشعريه ديال الشينوا عادي، انا سلقتها باش نحاول نضرب شويه، وكاين اللي كيقدر يبيتها. المهم الكفته ديالي هنا كانت واجده. كنضيف على شويه ديال الربيع، كناخذ السيسون مقطع، كنقطعو مزيان صافي، وكنضيفو في المقله ديالي حتى كي يتناجس لي الخليط كامل. ومن بعد كنخلي الخليط ديالي، كنزيد عليه واحد 4 حتى 3 المعالق. انا هنا كنخدم بايديا حيت هاد الحشوه هادي ديجا كنخدمها مزيان، وقلت نبارطاجيها معكم. كنخدمها بزاف. عندنا كناخذ 3 ديال المعلقات او 4 المعالق ديال السوجه الثقيله. صافي بما طابت لي الكفته ديالي مع الخضره والبصيله ديالي. وما تنساوش لي اوراق زيت ناموسه، راه كيعطيو واحد البنه زوينه 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 بزاف، هنايا واحد المذاق زوين. المهم كناخذ الواقه ديال البسطيله. انا كنعتمد هنا في هذه الحشوه هذه، كنعتمد على لي سيكار، وكناخذ هنايا الواقه ديال البسطيله الصغيره، ما كناخذش الكبيره باش نقطع على 4، كيجيو فيها لي سيكار مقموعين. المهم كل واحد الراي ديالو، هذا الراي ديالي انا. هنا كناخذ لي سيكار، كناخذ الواقه ديالي. كتخليو البنات الحشوه حتى كتبرد باش الواقه ديال البسطيله ما تقطعش ليكم، حيت الا كانت الحشوه اللي هي سخونه كتحطوها فوق الواقه ديال البسطيله كتقطع، كتبدا تمزق ليكم. المهم انا كناخذ كما وريتكم، كناخذ الواقه ديال البسطيله الصغيره. هنا كديروا شو طبيسيل فيه شويه ديال الزيت، بلا ما انا المهم كنعتمد على الزيت شويه، ما كنعتمدش على الفورس وسميتو باش نسد لي سيكار ديالي. هنا كتحاولوا انكم ديروا لي سيكار هكا، يعني عامرين من الجناب، ما ديروهمش طوال بزاف باش لي سيكار كيبقاو خاويين من الجناب. هنا كناخد هاد الحجم هذا، ما كنحاولش انني ندير الحجم كبير، وما كتجيش الواقع كثيره البنات، راه كتجي الواقع ما غليظاش بزاف في العضه، كتجي مقرمشه، كتجي زوينه. المهم هنا كنحاول اننا نبين لكم الثانيه والثالثه وكنكمل معكم، ولكن من بعد كنكمل لي سيكار كاملين عاد باش غنحطهم هنا في اللاطه. كيجيو حجم واحد، هانتوما كتشوفوا على عينيكم كيجي حجم واحد، ما كيجيش شي طويل شي قصير. صافي كنحاول ان هنايا نكملوا نستمر الحشوه ديالي حتى كملتها كامله، عمرت اللاطه ديالي. كل واحد وباش كيزين، كاين اللي كيزين بالجنجان كحال، كاين اللي كيزين بداك الصانوج كحل. كل واحد، انا كنعتمد على الجنجان كحل بزاف كنزين به. المهم انا غندخلها للفران. الفران كيبقى على 180 درجه، باش انهم كتحاولوا تشعلوا الفران من التحت واحد 10 ديال الدقائق قبل ما سخنت اللاطه. من بعد كتشعلوا الفوق لتحت، كيجيو مقرمشين زوينين بالصحه والراحه. بارطاجيتهم معكم، الله يعاونكم.